في 2007 ظهر محمود ياسين في فيلم الجزيرة مع أحمد السقا، وكانت غريبة. كانت من أول تقارب الأجيال في السينما المصرية، يعني جيل قديم مع جيل جديد. وبعدها بسنتين في 2009 مروان حامد وأحمد السقا بيعملوا أسطورة تدعى إبراهيم الأبيض، بيظهر فيها محمود عبد العزيز في واحدة من أعظم كاركترز السينما المصرية، عبد الملك زرزور. لسه الكازيون اهو، اللي عايز يقول حاجة يقولها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ياسين محمد من راديو 70 ودي الحلقة 17. طب أنا واحد عاشق لفيلم إبراهيم الأبيض، وبشوفه من أفضل أفلام السينما المصرية، ده أكيد. بس ما كانش ينفع أتكلم عنه. أنا كان نفسي أتكلم عنه بما إني صانع محتوى، بس ما ينفعش أتكلم عنه لأن في أكتر من 300 فيديو تقريبا اتكلموا عنه وعن تحليله، فحاسس إني مش هقدر أضيف حاجة. بس قررت إني أتكلم عن شخصية في الفيلم ده من وجهة نظري هي من أفضل شخصيات السينما المصرية على الإطلاق، وهو مش عشري، لأ، هو عبد الملك زرزور. نبدأ بسم الله. وقت عرض الفيلم صيف 2009 كانت الناس تخرج من السينما مش حابة الفيلم، ويعني مش فاهماه، وبتقول عليه بلطجة وبيروج للبلطجة والقتل والمناظر الدموية وحاجات كده. بس مفيش واحد من اللي خرجوا اختلفوا على دور محمود عبد العزيز. بس اكيد يعني برضو الناس دي كانت بتتساءل، هو ليه محمود عبد العزيز يقبل بفيلم زي ده ما يليقش بتاريخه؟ بلس ان كمان دور محمود عبد العزيز كان مش كبير قوي في الفيلم، يعني ما يليقش بمحمود عبد العزيز. بص يا معلم، مفيش حاجة اسمها دور صغير او دور كبير، في حاجة اسمها قد ايه الشخصية مؤثرة على الاحداث. وشخصية عبد الملك زرزور كانت مؤثرة على الاحداث بشكل كبير جدا. ابراهيم الابيض بطل، واي بطل في اي رواية لازم يبقى ليه خصم او عدو او شرير ينغص عليه عيشته عشان يبقى فيه احداث اصلا، ومحمود عبد العزيز كان كده. طب هو ليه برضو شخصية عبد الملك زرزور من اعظم شخصيات السينما المصرية؟ هقول لك يا معلم. هو بيعتبر نفسه إله المنطقة دي كلها، لكن هو إنسان. يعني هو جواه، هو إنسان لأنه بيحب بنته أيا كان، جواه نوع من الحب، وقاتل والضعف وسايكوباتيك. يعني سايكوباتيك، يعني عارف ان ده ضرر ومش مقتنع وبيبارك هذا الضرر. عظمة محمود عبد العزيز في الكاركتر ده، هو بيقدر يعيشك كذا حالة. تقدر تشوف الشخصية بتاعت عبد الملك زرزور دي بكذا حالة: معلم كبير وتاجر مخدرات وبيقتل الناس، وبعدين مشهد تلاقيه عامل زي المراهقين بيبص على حبيبته من ورا الشباك ويقبل يتجوزها بالشروط اللي هي عايزاها، مش اللي هو عايزها، بالرغم اللي هو معلم مفيش حد يقدر يقوله بيم، بس رضي بس عشان يشوف حبيبته كل يوم وتبقى جنبه. وبالرغم برضه بعد ما اتجوزها هي كانت بتدفش وتسيب البيت وتروح تبات في بيت إبراهيم لما كان إبراهيم محبوس، وبرضه بيرضى، ما بيقدرش يعمل لها أي حاجة. في آخر مشهد من الفيلم، مشهد مع الحمي، بتشوف محمود عبد العزيز هو لسه تابع عشري وقاتل إبراهيم وعادي، بس أول لما بيقتل حبيبته بتلاقيه بيعيط زي العيال الصغيرة بالظبط. لقيت في حاجة في السيناريو كان بالظبط 4 صفحات، يعني 4 أسطر. فبيقولوا عبد الملك زرزور السن 78 سنة، غير مسجل، مش مسجل خطر بقى، غير مسجل، خطر على الأمن، ضبط في كذا قضية مش عارف ايه ودعارة وكلب ومخدرات، ولم يثبت عليه شيء. اعتقل 3 مرات واخلى سبيلا. يمكن دول اللي ساعدوني قوي ان انا اعمل الشخصيه. بس يا معلم كده حلقتنا خلصت، ان شاء الله اشوفك في حلقة جديدة. وما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات، وبرضه ما تنساش بالله عليك تدعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يهون عليهم. شوف نياب الديب، اوعى تفتكر انه بيبتسم. عاوزك تقعد كده وتفكر في الكلمتين دول بينك وبين نفسك، لان دول في يوم حياتك
وفيهم مبادئ.